الطفلة آلاء أحمد أبو المجد موسى. هي خدت مصل من هنا، تطعيم الشهرين من هنا، ما غابتش يوم وتاني يوم اتوفت. يعني يوم السبت، يوم الحد بالظبط، يوم الحد آخر النهار كنت أنا بيها بالمستشفى، في مستشفى المنشاوي. طبعا الساعة 8 تاني يوم 8 الصبح كانت انتقلت إلى رحمة الله. بسأل قال لك الحجنة كانت تقيلة عليها، أو الحجنة ذات نفسها معرفش كان فيها إيه. المهم طبعا البنت ما استحملتش الحجنة. كان كشفت عليها والدكتور قال لي هي كويسة، فاديتها يوم السبت حجنة الشهرين، السبت اللي فات ده. فالبنت يعني عياطها غريب، ما كانش تبطل عياط، واديها دواء للمغص واشيلها وامشي بيها ما فيش. فكانت سخنت بطنها، كانت دفت بس. فانا مستغربه واش ماشي بيها وتنام شويه وتصحى، تنام شويه وتنام، ما كانتش بترضع كويس زي ما كانت بترضع. فالبيت في اخر يوم الاربعاء هي ماتت فيه، انا لقيت رجلها سجعه. فكانت اخر مره رضعت مني كانت حوالي الساعه 10 ونص 11. انا دخلت نيمتها، البنت ما عيطتش. انا صحيت الصبح استغربت، البنت دي ما عيطتش، قلت له ليه؟ انا سمعت الصوت. صحيت رحت اصحى ابوها، البنت ماتت، الحجن البنت ماتت. انا لقيت البيت اطراف صوابعها من هنا زرقاء، والحته دي كده زرقاء. انا ما شفتش ظهري، هم الدكاتره كشفوا عليه لقوا ظهرها ازرق. يعني البت زي العروسه اللي هي الساقطه دي ناشفه، يعني مش طريه كده، ناشفه. والبنت حاسس على قلبها كده ما فيش، ما بتتحركش ولا نفس ولا اي حاجه. وهي من يوم ما خدت الحقنه وهي طبعها اتغير وعياط فظيع.